مساء الخير، أنا اسمي عبد الرحمن سليم، مدير تشغيل في أحد المؤسسات الطبية. النهارده عايز أكلمكم عن أحدث الكورسات اللي أخدتها في الفترة الأخيرة، وهو كورس رشد المالي. مفيش حد فينا قادر يعمل كنترول على مصروفاته بالشكل الصحيح، وده بيرجع لسبب إننا بنتعامل بعشوائية. ممكن نشتري حاجات بشكل عاطفي زي ما أنا عرفت في الكورس، ويمكن دي كانت أكبر أزماتي أنا شخصيا. فكره ان انا انظم الالتزامات بتاعتي الثابته والمتغيره، وان انا اشيل مبلغ للادخار في الاول، وان انا انظم مصروفاتي علشان اعرف انا بصرف فيه اكتر، وايه الحاجات الاساسيه وايه الحاجات اللي مش اساسيه، والحاجات اللي زي دي اللي اتعلمتها من خلال السيستم او البرنامج المصمم على الاكسل اللي انا اخدته مع الدوره. ودكتور هيثم يعني استفاض بشرح تفصيلي، وبدا يعني خلينا اقول الكورس ده يفيد المبتدئ والشخص اللي لسه داخل الحياه وشغله بسيط، ومهما كان مقدار المبلغ اللي انت بتاخده، لحد شخص عنده يعني بزنس وعنده اداره لمعاملاته الشخصيه والتعاملات بتاعته. كان في حتى كورس مجاني في منصه كان ليه علاقه بالتعامل مع الكريدت كارد. كلنا معانا الفيز، وللاسف دخلتنا في دوامه من الديون وفكره الادمان في التعامل والشراء بيها، وانك ما تحسش وانت بتعتبرها مال مجاني زي ما الدكتور هيثم قال. للاسف هو ده اللي دخلنا في المرحله دي، وقدرت ان انا يعني المس افعال خطا كنت انا بعملها وانا مش مدرك ليها، وان شاء الله ان انا اعدلها في الفتره اللي جايه، وده اطبقه على ارض الواقع. بدات ان انا استخدم الاكسل وانظم كل افكاري والتعاملات بتاعتي، وان شاء الله تؤتي ثمارها. حابب اشكر كل فريق العمل، الشباب في الدعم الفني على سرعه الاستجابه وتفعيل الاكونت بشكل سريع. انا عايز اقول لكم انا خلصت الدوره في يومين، انا كنت متخيل ان انا ممكن اخدها على 5-6 ايام، بس فعلا المحتوى جذاب، في سكتشات، في شرح وايت بورد، وده كان من اعظم الحاجات اللي انضمت للكورس من الدكتور هيثم، لان وصلت لمرحله انك انت عارف انت ايه، انت بترسم لك خريطه، بترسم لك دماغك كده قدامك. ان شاء الله نمشي على الخطوات وان شاء الله تؤتي ثمارها. انصح اي حد بياخد الكورس ويستفاد منه، وان شاء الله يعني تكون تجربه مميزه، ومنتظرين كورسات تانية ان شاء الله في مجالات تانية. شكرا.